ها هو خويا إلياس، سعيد تحياتي شرفتينا لك. والله شرفتينا. شكرا لك على اي حاجه درتها. لا الفضل كيرجع الله عز وجل. ضروري. انا شباب وجدت صغير. انا تحياتي لك خويا إلياس. تبارك الله راك انسان مجتهد ولكل مجتهد نصيب. الله يحفظك خويا إلياس. انت راه شاب، انت الشباب المغربي اللي كيقدر يطمح ويوصل للحلم ديالو. داكشي اللي كاين بعدنا خويا. كان مستبعد او مستحيل. شرف لينا خويا. شرف لي انا. الله يحفظك. ودابا انا ما بقاتش فرقه السنين ما كناش والله. أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله. أكد إسماعيل الصباري لاعب المنتخب المغربي أن قراره بتمثيل المغرب بدلا من بلجيكا أو إسبانيا كنتيجة ارتباطه الوثيق بجذوره ورغبته في تحقيق حلم طفولته. الصباري الذي يتمتع بالجنسية المغربية والبلجيكية والإسبانية أوضح أن اللعب للمغرب كان دائما هدفه الأول. وفي حديثه مع الصحيفة الإسبانية قال الصباري: منذ صغري كنت أحلم بالتمثيل المغرب، والدي وعائلتي مغاربة، وكان ذلك حلما مشتركا لجميع أفراد عائلتي. وأضاف اللاعب أنه عاش في المغرب عندما كان يبلغ من عمر 15 عاما، مما عزز ارتباطه بالبلاد. وأكد له أن المغرب هو الخيار الأنسب لمسيرته الدولية. وكما تحدث إسماعيل الصباري أيضا عن التطور الكبير الذي شهده المنتخب المغربي في السنوات الأخيرة، وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه الاتحاد المغربي في تحقيق هذا التقدم، مشيرا للاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وتطوير المواهب الشابة ودعم اللاعبين المزدوجي الجنسية. أكد إلياس المالكي ورئيس المنتخب المغربي في المسابقة دوري الملوك بأن فوز القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قدم دعما قويا للمنتخب الوطني منذ المباراة جمعة الفريق الوطني بالمنتخب الأمريكي والتي فاز بها الأسود. وقال إلياس في تصريح الصحافة على هامش حفل استقبال بعثة المنتخب المغربي يوم الاثنين: أنا سعيد بهذه اللحظة التاريخية بعودة الفريق الوطني بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في دوري الملوك بإيطاليا، وهي مناسبة لأشكر جلالة الملك محمد السادس نصر الله على دعمه الكبير للرياضة الوطنية، ونشكر كل اللاعبين على تقديمهم لهذه الصورة الرائعة وكل المغاربة. وأضاف المتحدث نفسه: ولا تفوتني الفرصة دون أن أشكر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع الذي دعم المنتخب الوطني، وفر لنا كل المستلزمات التي كنا بحاجة إليها، ووعدني بإحداث بطولة في هذه المسابقة. وزاد قائلا: والشكر الموصول للسيد عبد اللطيف المقترض رئيس الدفاع الجديد الذي كان السند الكبير لي وللمنتخب الوطني، هو من كان صلة الوصل مع السيد فوزي القجع وأيضا السيد عبد السلام بلقشور. وحظي المنتخب المغربي المشارك في دوري الملوك بمدينة ميلانو إيطاليا اليوم بالمطار الدولي الرباط السلا باستقبال رسمي في مقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. يذكر أن المنتخب المغربي تمكن من تحقيق إنجازا مميزا في هذه البطولة الجديدة، حيث واصل إلى النصف النهائي. كشفت تقارير صحفية أن النجم المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان أصبح مهددا بالعقوبات الإيقاف في الدوري الفرنسي خلال المباراتين القادمتين. وشارك حكيمي في مباراته رقم 100 مع فريقه باريس سان جيرمان والتي فاز فيها ب2-1 على دريه سانت إتيان ضمن الجولة 18 من الدوري الفرنسي. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أشرف حكيمي مهدد بالإيقاف بسبب حصوله على بطاقة صفراء بانتظام. وأضاف الموقع أن القاعدة الإنذارات الثلاثة في أقل من 10 مباريات متتالية جعلته مرة أخرى تحت تهديد الإيقاف مرة أخرى بعد أن خرج مؤخرا سالما من الإيقاف ل4 مباريات. ويقدم حكيمي مستويات مميزة هذا الموسم، وهو الرابع في حديقة الأمراء الذي سجل فيه أفضل انطلاقة له منذ قدومه في الصيف 2021 من انتر ميلان الإيطالي، حيث شارك المغربي في 15 مباراة بالدوري الفرنسي، ساهم خلالها في 7 أهداف حيث سجل 2 وصنع 5.
ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن النادي نابولي يبدي اهتماما كبيرا بالتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش لاعب غلطاسراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعزيز قوته الهجومية. وأفادت صحيفة لا غازيتا ديو سبورت أن إدارة نابولي ترى في زياش البديل المثالي لجورجي الذي يقترب من مغادرة النادي الجنوبي في المستقبل القريب. وتعتبر صفقة زياش جذابة بالنسبة لنابولي إذ لن يتحمل النادي أي رسوم انتقال نظرا لانتهاء عقد اللاعب مع غلطاسراي في نهاية الموسم الحالي، مما يجعل المفاوضات تتحرك بوتيرة أسرع خلال الأيام المقبلة. إلى جانب الاهتمام، نابولي يحظى اللاعب المغربي اهتمام من الأندية الأوروبية أخرى أبرزها إبسويتش تاون وويست هام يونايتد من الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى ستادرين الفرنسي. خاض حكيم زياش هذا الموسم 11 مباراة مع غلطاسراي بمجموع 320 دقيقة للعب، وقدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة، كما كان له الدور بارز في التتويج الفريق بلقب دوري التركي وكأس السوبر الموسم الماضي. يعتبر اللاعب سفيان ديوب الممارس بالنادي نيس الفرنسي من اللاعبين المغاربة الذين يتألقون في أوروبا ويذوقون بقوة على أبواب الناخب الوطني وليد الركراكي لدعوتهم إلى المنتخب في إطار قاعدته المتسعة. من جانب آخر، قدم ديوب مستوى رائع مع نيس الفرنسي منذ عودته من إصابة طويلة الأمد في الموسم الماضي، ذلك أن سفيان أعاد توهجه نهاية الأسبوع الجاري بصناعة تمريرة الهدف الثالثة من رباعية التي وضع فريق نيس بمرمى رانس، وقبلها كان قد سجل هدفه الرابع في الموسم الحالي الأسبوع ما قبل الجاري ضد رين، ما رفع إحصائيته العامة إلى 4 أهداف و3 تمريرات حاسمة من 14 مباراة مع تمريرتين في 5 مباريات. وأصبح اللاعب المغربي خيارا رسميا للمدرب فرانكيز كمهاجم من طراز جيد وفي الدور صانع الألعاب والجناح الأيسر، كما هو الحال عند الدور إلياس بن صغير. فهل يكون سفيان ديوب وجها جديدا بالتشكيل المغربي شهر مارس 2025؟ أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف الاثنين 13 يناير 2025 إقامة الدورة الثامنة لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين شان في الفترة الممتدة من فاتح إلى 28 فبراير 2025 بمشاركة 19 منتخبا. من جهة أخرى، جدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف التأكيد على إقامة قرعة نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين يوم المساء الأربعاء 15 يناير 2025 في العاصمة الكينية نيروبي، على أن تقام البطولة في الفترة الممتدة ما بين فاتح و 28 فبراير في دول كينيا، تنزانيا، أوغندا. وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن 19 منتخبا سيشاركون في هذه الدورة، من 17 منتخبا تأهلت مسبقا، وهي المغرب، غينيا، السنغال، موريتانيا، نيجر، بوركينا فاسو، نيجيريا، جمهورية إفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو، السودان، زامبيا، أنغولا ومدغشقر، ثم البلدان المستضيفة كينيا، تنزانيا، أوغندا. وفي سياق ذاته، قال الاتحاد الافريقي انه سيتم تاكيد التاهل منتخبين اخرين للنهائيات لاكتمال العدد. وبخصوص عمليه السحب القرعه، اشار الاتحاد الافريقي الى انها ستقام يوم الاربعاء 15 يناير 2025 انطلاقا من الساعه 5 بتوقيت غرينتش، وسيشارك في سحبها بعض اساطير الكره الكينيا والتنزانيا واوغنديا.